إحنا النهاردة قدام أغرب وألطف قضية خطف في تاريخ الحيوانات. الجرو الجولدن ده قرر فجأة إنه ياخد البط الصغير كله ويحبسه عنده في السرير عشان يلعب معاهم. المشكلة مش هنا، المشكلة في عيلة البط. الأم والأب واقفين بره السرير بيبصوا له بقلة حيلة ومش عارفين يرجعوا عيالهم إزاي من الكائن الضخم ده. بصوا هنا للقطط بتاعة البيت واقفين من بعيد بيراقبوا الموقف بكل فضول، كأنهم بيقولوا إحنا ملناش دعوة، إحنا بنتفرج على الخناقة بس. الكلب مش مدي أي اهتمام للأم وعمال يلحس في البط الصغير ويهتم بيهم كأنه هو اللي مخلفهم، والبطابيط الصغيرة أصلاً عجبها الدفى ونايمين في فرو ومش عايزين يرجعوا. الأب أخد الشجاعة وقرب عشان يخلص أولاده، بس الكلب بيبصله ببرود ويقفل عليهم بإيده كأنه بيقوله العيال دي بقت عيالي خلاص. وطيبة كلاب الجولدن واضحة جداً هنا. في الآخر عائلة البط استسلمت للأمر الواقع، والكلب نام في سلام وسط أولاده الجداد. لو الموقف ده ورالك قد إيه الحيوانات دي غريبة وذكية، ما تنساش تدعمنا بلايك عنيف واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد أول بأول. سلام.